السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 أحلام تبشرك بتحقيق أمنية غالية سواء كنت رجلا أو امرأة. فهذه ال3 أحلام إن رأيتم حلما واحدا كانت دلالة مهمة جدا على تحقيق هذه الأمنية الغالية التي تنتظرها أو تتمناها منذ زمن بعيد. في البداية يا ريت ما تنسوناش بعمل لايك لهذا الفيديو، اشتراك في القناة إن لم تكن مشتركا فيها، ويلا بينا نصلي معا على رسول الله حتى نساب بالصواب العظيم للصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. كما قلنا أحبابي في الله إنه 3 أحلام تبشر الرائي والرائية إن رأوا حلما واحدا بتحقيق أمنية غالية. أول هذه الأحلام هي رؤية الطيران في المنام، وهنا نتوقف. هل أنت تركب طائرة أم تطير في السماء؟ لا، نقصد أنك تطير في الهواء وفي السماء. أنت بجسمك وكيانك سواء كنت رجلا أو امرأة ترى نفسك أنك تطير في الهواء، تطير في السماء. فالرؤية دي تعبر على تحقيق أمنية غالية طال انتظارها، بشرط لا يكون هذا الرأي مصاب بسحر، لأن الناس المصابة بسحر بترى رؤية الطيران بشكل متكرر عن طريق الجن الذي موكل بهذا السحر والعوذ بالله. فإن لم تكن مسحورا فرؤية الطيران في المنام بشكل متكرر وأنت رجل سليم أو امرأة سليمة بشرت بتحقيق أمنية غالية طال انتظارها لهذا الرأي أو لهذه الرؤية في الفترة المقبلة من حياته بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحلم الثاني هو قيادة السيارة الفخمة الجديدة الحديثة في المنام سوداء اللون ذات لمعة، يعني السيارة ماركة غالية الثمن. انت ترى نفسك انك تقود هذه السيارة او هذه السيارة ملك لك، تقودها بكل حرية وبكل تفوق. فالرؤية دي من العلامات المهمة جدا ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك سواء كنت رجلا او امرأة بتحقيق امنية غالية تنتظرها من زمن بعيد. فرؤية قيادة السيارة الفخمة في المنام من الرؤى المهمة جدا التي تعبر وتدل على تحقيق امنية غالية للرائي وللرائية. أما الحلم الثالث فهو رؤية صعود سلم بسهولة، أنت تصعد درجات السلم بسهولة ويسر وتشعر بالارتياح والسعادة. الرؤية دي تعبر وتدل على تحقيق أمنية غالية لهذا الرأي أو لهذه الرؤية في الفترة المقبلة من حياته بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يريكم حلما من هذه ال3 أحلام التي تبشر وتدل للرائي وللرائية على تحقيق أمنية غالية طال انتظارها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أحبكم بلا حدود وأتمنى من الله لكم التوفيق. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.